مرحبا وياكم معكم سنة كنتزين. اليوم راح أبدأ بحلقة جديدة. اليوم إحنا في حديقة جنب كنيسة إسلامية، طبعا تختلف يعني إنه الحلو بيها من حي تصميمها. راح أوريكم شكلها من الخارج وأصورها ومن الداخل إذا قبلوا نشوفوا الحديقة الواسعة الدايرة كلش كبيرة. وطبعا هاي كنيسة سمولي من هاي، طبعا يعني شي روعة من خلال تصميمها وشكلها. طبعا هذا يعتبر من الأماكن المهمة اللي لازم تنزار في روسيا. يعني أي واحد ممكن يجي سياحة لازم يزور هذا المكان. هسه راح نفوت في الكنيسة. قبل لا نفوت في الكنيسة أثر يدوي قديم جدا. وفي هذا الجانب دقوا كل ما يصير أي مثلا حفلات أو عيد أو هيك شي حلو جدا حاطيه قبل فوق الكنيسة. وهسه راح نفوت بالكنيسة. بعدين بفكر صار يكون هي سنة أسرع اكو يعني تسوون استكم تجيبون حياتي على مود لا مكروه. طبعا هاي الكنيسة طبعا ما أقدر أصور لكم إياها من الداخل بس أنا صورت كل شيء ثاني. طبعا هذا الكنيسة صايرة بالنص مثل ما تشوفون إنه هذا لا السور داير مدايرها السور اللون أزرق. وطبعا هم راح خليته بالفيديو راح تشوفوه. وهسه راح نشوف وهذا داير مدايرها السور وبنصهم هاي وبنصهم حديقة أيضا. يعني الشكل روعة ويجنن. وطبعا فريت الداير مدار الكنيسة كلها حرفيا، بس أبغى نلقي متحف بس للأسف ما لقينا. وهذا السور طلع الداير مدايرنا كله جامعة مال سياحة. هذا كله جامعة يعني خلينا كلية مثل ما تشوفون الطلاب موجودين. جامعة حلوة كلش حلوة. طبعا للأسف أقدر ندخل لأنه قالوا هاي فقط للطلاب وليست مكان سياحي أو هيك. هذا مكان جميل الرائع. راح ننزل
والله شكرا للتلسكرة.